وقفنا المرة اللي فاتت لما كان يان بيكمل وظيفته وفجأة بيحس بنية قتل خلف الممر وبيقول انا هعمل نفسي مش شايف حاجة وبيكمل في طريقه وهو بيمشي. فجأة بتطلع لورينا بي وولف وفجأة بنروح للمجرم المطلوب رقم 1 الذي فشل كل فرسان الامبراطورية بالقبض عليه واسمه هو غالدور ذي الذراع الحديدية الزرقاء، وارتكب اول جريمة له في عمر ال11 وعمل اول عصابة حرامية في عمر ال20 وهاجم 23 قرية و17 نقابة بدراعه التي يمكن حتى تصد الاوري كالكوم، وده معدن قوي ونادر. وبنشوف لورينا هي وبتقول انا لورينا بي وول لقد اعتقلت غالدور ذو الذراع الحديدية الزرقاء، وده طبعا كان اكتر من كافي لدخولها الفرسان الامبراطوريين. وبنعرف عن دوقية عائلة بي وولف احد افضل العائلات النبيلة الاربعة واللي بتحكم منطقة الجبل التلج الشمالي. وفرسان العائلة كانوا بيقولوا عن لورينا انها لديها القوة الكامنة لتصبح اقوى سيافة في المنطقة باكملها، وبيلقبوها من صغرها بالسيافة اليافعة، وانها اقوى انتاج كامل لعائلة بي وولف. وبدأت تسأل يان وبتقول له من انت؟ ويان بيقول لها من انا؟ اعتقد انك وجدت الشخص الخطأ. وبتقول له انا هسألك بطريقة مختلفة، العسكري المتدرب رقم 974 ايه هو هدفك؟ وبتقول له لماذا تخفي قوتك عن الاخرين؟ ويان بيقول انا شكلي لازم اتخلص منها الاول. وبيقول يا انسة لورينا انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه. وبتقول انا شفتك بتتمرن جنب تمثال السيف العظيم صدفة. وبتقول له انا كنت فاكرة انها مجرد مبارزة عادية ما بين عسكريين متدربين ما من المستوى المتدني. وبتقول انا شفتك بتلكم شخص ما لكمة ومستحيل على شخص مثلك ان يمتلك مثل هذه المهارة. وبتقول له انت ليه من مستوى متدني بمهاراتك تلك؟ ويان بيقول انا شكلي ارتكبت خطأ في اظهار مهاراتي، وبيعمل نفسه عبيط وبيقول لها ايه اللكمة دي؟ انا مش عارف ايه انت بتتكلمي عن ايه. وبتقول له انا شكلي كنت غلطانة وبتعتذر له وبتحاول تسلم عليه وبتهاجم يان مرة واحدة، بس يان كان عنده وقت كبير انه يتفادى اللكمة بس هو خدها بقصده عشان ما يلفتش الانتباه. وبيمثل وبيقول ايه ده مؤلم جدا، ايه الخطأ اللي انا عملته عشان تضربيني كده؟ بس لورينا بتتفاجئ وبتقول له انت كان لازم تصدها. ويان بيقول لها انا قلت لك انك وجدت الشخص الخاطئ، ليه بتضربيني؟ ولورينا بتقول له انا اسفه انا كنت فاكراك هتصد الضربه. ويان بيقول ان انا همثل ان انا اتعميت من ضربه نبيل ظلما وهخليها تشعر بالذنب. ويان بيقول باللي انا بينته لها دلوقتي هي مستحيل تشك في اي حاجه. ولورينا بتقول له انت كنت شايل شويه حاجات مش كده؟ انت عايز تنقلهم فين؟ انا هساعدك. ويان بيقول لها لا ملوش لزوم، وبتقول له ناولني احداهما انا هساعدك في حملها. ولورينا بتقول له لا اعتقد انه من المشرف لمتدرب من المستوى العالي ان يعامل متدربا من المستوى المتدني كالعبد. وبتقول لي انا لما ابقى سيدة المنطقة انا ناوية ان انا احمي كل ممتلكات العبيد في منطقتي. وبيوصلوا للمكان اللي بيخزنوا فيه الصناديق ويان بيشكرها على مساعدتها، بس لورينا بتقول له يا ريت اكون غلطانة، بس يان بيقول لها انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهم. وبتقول له انت شفت هجمتي مش كده؟ عيناك كانتا تتبعان يدي. بتقول له امل ان اكون مخطئة بشأن ذلك ايضا. وبتقول انا هشوفك تاني يا ايها الرقم 974 ام اعني يا ايها المتدرب يان. ويان بيقول لحواسه حدك السكين الا توجد وسيلة لا اتخلص من ازعاجها؟ وبيقول يان في مثل هذه الحالة هل لازم اقتلها؟ وبيقول انا ممكن اقتلها بسهولة دلوقتي بس لو قتلتها فهخلي عيلة بي وولف كلها عدوة لي. بيقول انا هبقى مجرد غبي عديت عيلة بي وولف عشان بس البت ضايقتني، انا لازم اركز على الهروب الاول. وبيقول انا متأكد انها كانت هنا. وبيقول انا لما كنت قائد فرقة المهام الخاصة كان في ناس بتهرب بس معظمهم ما عرفش يهرب من مركز التدريب، بس في واحد بس هو اللي عرف يهرب بس تم الامساك به في الغابة. فسألته بلطف هو انت ازاي هربت؟ فجاوبني بلطف برضه وقال لي انا هربت من المنطقة الثالثة من الباب الخامس للحمام المجهور. ويان بيكمل وبيقول خلف ذلك الباب هذا هو المخرج، اخيرا لقد وجدته. وبيقول هي لسه حفرة صغيرة بس لو كملت حفر هعرف اخرج من هنا. وبنشوف الشخص المسؤول عن تأكيد حضور المتدربين وبيفضل يدع على ارقام المتدربين لحد النهاية لحد ما بيوصل لرقم يان. وبيقول لرقم 974 لماذا لا تجيب؟ وبيقول لا ما تقولش انه هرب مستحيل. وفجأة يان بيرد عليه وبيقول له رقم 974 انا هنا. وبعد ما الراجل بيمشي يان بيقول ما ادركته اثناء تنفيذ المهام هو انه كلما تحركت بحذر اكبر كلما ارتفع معدل النجاح. وبيقول انا عندي فرصة واحدة بس للهرب، حتى لو نجحت فيه فرقة المطاردة هتلحقني وهذا سيسبب لي الكثير من المشاكل، ولو فشلت هكون مجرد عبرة للمتدربين التانيين. بيقول انا عاوز بطاقة رابحة تعمل فرق غير متوقع. بيقول انا مش عارف لو ممكن اعمل كده بجسدي الحالي بس انا ما عنديش خيار تاني. وبيبدأ بممارسة تنفس تنين الظلام، تقنية توزيع المنى التي لا يعرفها سوى قادة قوة المهام الخاصة. وبيقول انا دلوقتي
اصلي ليس لدي سوى المعرفة الخاصة بالتقنية، بس جسمي مش قادر على تحملها. عشان التقنية ديت لازم تكون مقلل العبء على جسمك، وهو دلوقتي فاشخ جسمه. وبيقول التقنية ديت عاملة زي جوهر الطاقة او محرك مانا باختصار. وبيقول انا ما عنديش الوقت لانشاء جوهر طاقة مستخدما انفاس تنين الظلامة فقط، بس بيقول ان في طريقة تانية لاستخدام تنفس ملك التنانين. وبيقول تدفق المانا كان اسرع مما اتوقع، وجسدي يفيض بالمانا في كل انحائه. وتنفس ملك التنين ده بقى هي التقنية السرية للامبراطور الاول الذي اسس هذه الامبراطورية عندما غزا العديد من البلدان بسيف واحد. وبيقول كانت التقنية قوية لدرجة ان الامبراطور الذي كان يشعر بالملل يخرج للبحث عنها شخصيا. ويان بيقول هذه التقنية قوية جدا تماما كما يوحي اسمها. وبيقول المانا تغادر جوهر الطاقة، وبيقول انا مش هينفع اسيبها تستمر كده. ويان بيستعمل كل قوته بس برضه بيفشل. وبيقول ان من المستحيل انشاء جوهر طاقة باستخدام تقنية سرية غير مكتملة. وبيقول ان الجسد ده ضعيف جدا على اكتمال التقنية. وبيقول في احد الايام علمني الامبراطور التقنية السرية، وان انا ما كنتش اعرف انه مجرد غريب اطوار او بيختبرني. بس في المخطوطة اللي هو اداها له كان في تعليمات متعلقة بكيفية امتصاص المانا فقط، ولكن لم تكن هناك تعليمات متعلقة بكيفية ضغط المانا او التحكم بها بشكل احسن. وفي اليوم التالي يجتمع الجميع حول منطقة التدريب وبيتكلموا عن موضوع اطلاق سراحهم، بس يان مش قادر يقول لهم ان مفيش اي طريقة يخرجوا بيها من هنا. وبيقول ان انا فاكر اليوم ده كويس جدا، ان في اليوم دوت هيجي شخص بارد وقوي جدا وانا لازم اكون بعيد عن الانظار. ورومان العبيط لسه بيدور عليه، بس يان بيغطي نفسه عشان ما يكشفش امره. والمدرب بيوصل والمتدربين بيسألوه لو بامكانهم يرجعوا البيت، وبيقول لهم ترجعوا البيت فلتصمتوا ايها الحشرات. وبيقولوا انت بتستخدم صدى هالة الصوت، انت ازاي بتستخدم حاجة زي دي على متدربين؟ وبنعرف عن تقنية هالة الصوت، وهي تقنية حيث يقوم بها الشخص ببث الهالة مع الصوت. وبيقول لهم انتم حثالة بلا موهبة او مكانة، أهناك من الاصل سبب لبقائكم جميعا على قيد الحياة؟ نعرف يا صاحبي ان هو ده قائد مركز تدريب قوة المهام الخاصة والذي يدعى داميان. بينما يقومون منظمو المعسكر بسحب الموتى او الناس اللي فقد الوعي، يان بيقول انا لازم اكون اكثر حذرا. وبيقول ان اصحاب الرتبة المنخفضة زيهم هم مجرد العاب لهذا النجس، وانه لو وصل لجانب سيء قبل الهروب هيتعين عليه التخلي عن حياته مرة كمان. داميان بيتكلم وبيقول سررت بلقائكم اعزائي المتدربين، جميعكم هنا مجرد حثالة من ادنى مستوى من الموهبة والمكانة الاجتماعية. انا حقا اريد قتل جميعكم، بس ما تقلقوش لان الامبراطور العظيم قرر ان يعطي الحثالة امثالكم فرصة. اعطاكم فرصة اخيرة، فرصة ان يتم اختيارك لمشروع جند التنين، مشروع لاختيار حراس الامبراطور. والناس اللي هيتم اختيارهم للمشروع ده هيقوموا بالمهام المجيدة في حماية الامبراطور كمرتزقة. بس الواقع مختلف يا صاحبي، هما بيغسلوا ادمغة المتدربين عن طريق زرع طفيل في ادمغتهم، والغرض الحقيقي من المشروع ده هو جعلهم دمى في يد الامبراطور ويعيشوا بجسد ما ينفعش يعملوا اي حركة بدون امر الامبراطور. وداميان بيكمل وبيقول كم هو عظيم ومراعي جلالة الامبراطور، فلتكونوا جميعا شاكرين لرحمته الواسعة. وبيقول لهم ايوه سقفوا ايها المتدربون. ويان بيقول لازم اخفي نفسي وما اظهرش ابدا. واحد من المتدربين بيقول انا عندي سؤال ليك يا ايها المدرب داميان، اي نوع من الرجال هو الامبراطور؟ هل من الرائع حقا ان تكون جندي التنين؟ اذا تم اختياري حقا في مشروع التنين العظيم فسوف احصل على فرصة ان اضرب هذا الوجه المتعجرف واضرب وجوهكم جميعا ايها الاوغاد.